كلنا عارفين يعني ايه طار. واحد ضيع عمره وودى نفسه في داهية عشان ياخد حقه، وانت من بره كده هتقول عليه تصرف همجي. بس لما هتتحط في نفس الموقف ممكن دمك يغلي وتتصرف زيه. ليه بنعمل كده؟ وهل في لذة في الانتقام فعلا؟ ونعمل ايه لو معرفناش ناخد حقنا؟ ده اللي هنتفزلك فيه النهاردة. في الأول خليني أقولك إن الانتقام مش إحساس بشري، ده موجود عند الحيوانات الاجتماعية زي الشمبانزي والفيلة. يعني في السوفت وير بتاعنا من أيام ما كنا بنولع نار بحجرين. الناس زمان ما كانش عندها قانون، كان الخوف إن حد ينتقم منك هو القانون اللي بيظبط الدنيا. لأننا ما كناش بناخد بيه حقنا بس، لأ كنا بنعرف اللي حوالينا إننا حلوين قوي 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 مع بعض، إنما ساعة الغلط نطرطر زلط. حتى لو انت هافق ومش قادر على الحمار اللي اداك بالجزمة، كنت بتتشطر على البردعة وتاخد حقك من اي حد غلبان من عيلته. ده يخلي كل قرد يخاف على اللي يخصه ويلزم شجرته. طب دلوقتي في قانون يحميني ويحميك، ومفيش داعي ننتقم وناخد بطارنا. احب اقولك بقى، ده عند امك. احنا زي ما احنا، بس اسباب الانتقام هي اللي اتغيرت. العار اللي بنحس بيه لما حد بيخوننا او يتريق علينا بيخلينا عايزين ننتقم ونطلع ميتينه. وخد المفاجأة، بقينا ننتقم عشان نحسن مودنا. والله شوف الرفاهية دي بقى لذة الانتقام اللي بيتكلموا عنها. بس في دراسة اتعملت في جامعة فيرجينيا سنة 2008 بعنوان Paradoxical Consequences of Revenge، لقيوا فيها ان الاحساس ده بيتبخر بسرعة وبترجع اسوأ من الاول. الدراسة دي بتقول ان الناس اللي بتسامح وبتموف اون بتتحسن اسرع من الناس اللي بتاخد بطارها، والناس اللي ما بتقدرش تسامح تفكيرها في الانتقام بيستهلكها 24/7، واحساسها بالعار انها مش قادرة تاخد حقها بيجيب لها امراض نفسية زي الاكتئاب والقلق. محدش يلوم عليهم، السماح عكس طبيعتنا البشرية ومحتاج قدرات خاصة. بس في طرق ممكن تقلل بيها رغبتك في الانتقام. اولها انك ما تكبرش الموضوع على بسيط. افتكر انك مش ملاك نازل من السماء، وممكن لو اتحطيت في نفس الموقف تتصرف بنفس الطريقة. والاهم من ده كله انك ما تبقاش قفل وتفتح الباب للاعتذار. ده فعلا هيقلل رغبتك في الانتقام، وده اللي بنبقى محتاجينه في العلاقات المهمة في حياتنا. لما بنتعرض لظلم من اخ، من اب، من ام، من ابن، من حبيب، احنا في الغالب ما بنبقاش عايزين ننتقم، احنا بنبقى عايزين نعرف ليه عملوا كده. والاهم بنبقى محتاجين اعتذار حقيقي من القلب. ولو مش قادر على ده، سيب حقك لربنا، هو هيجيبهولك. هتخشوا النار يا كفرة. الخلاصة انك ما تسيبش حقك، دي طبيعة بشرية ممكن تخليك تحس انك جامد شوية، بس وبعدين الأحسن إنك تصلح العلاقات المهمة في حياتك وتحافظ عليها. ده الانتصار الأكبر والمجهود اللي يستاهل.